هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن قصه كده حلوه قوي. واحده صاحبتي كانت في ايطاليا بتتغدى، وبعدين لقيت جرسونه بتتكلم ايطالي حلو قوي. فبتقول لها انتي ايطاليه؟ قالت لها لا انا من روسيا. فقالت لها وانا من مصر. فقالت لها طب انتي زورتي مصر؟ راحت قالت لها الروسيه وعملت كروز في النيل واتفرجت على الاثار وحلوه قوي البلد. فصاحبتي بتسألها ويا ترى انتي مبسوطة في ايطاليا؟ الروسية ردت عليها بتلقائية وبدون يعني تفكير او تردد حتى. قالت لها انا سعيدة ايا كان كنت فين، لان انا مختارة ان انا اكون سعيدة، مختارة اكون سعيدة. كاسلوب تفكير. يعني عارفين انتوا اللي هو ايه، انت مقرر ان انت هتكون سعيد ايا كان بقى، كنت في مصر، في ايطاليا، في اي بلد تانية، في بلدك اصلا وفي محافظة عن محافظة تانية. واحدة كانت في مثلا في القاهرة وراحت منصورة، راحت اسيوط، ايا كان المحافظة اللي راحتها، هي مقررة ان هي هتكون سعيدة. فياريت احنا كمان نقرر ان احنا نكون سعداء ايا كان ايه اللي حوالينا، من سلبية، من اسعار بتغلى، ملناش دعوة. احنا مقررين ان احنا هنبقى في سعادة محيطة بينا. ما بنفكرش في اي حاجة سلبية. اي حاجة سلبية انت مش سامعها، مش شايفها، مفيش. انت مكمل في طريقك، مفيش حاجة هتوقفك. عشان حتى تقدر انك تفكر ازاي تعرف تاخد خطوة لقدام. لكن انت لما هتفكر بسلبية مش هتعرف تخطي خطوة لقدام خالص، وهتفضل في طريقك بتقع، ما بتقومش. فلازم احنا نفكر بشكل ايجابي. ازاي؟ لما اخد ان السعادة ده انا هبقى سعيد خلاص، انا واخدها اسلوب تفكير بالنسبة لي. انا لازم افكر ان انا هكون سعيد ايا كان ايه المحيط بيا، في بيتي، في شغلي، في وسط اصحابي، ايا كان النيجاتيف من ده ومن ده ومن ده ومن ده. انا مكمل وانا مش شايف اي حاجة من الحاجات دي، مش شايفها خالص. ومكمل في طريقي ان انا شايف كل حاجة كويسة، وان انا مش شايف اي حاجة وحشة او سلبية. بس